السلام عليكم احباباتي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. نشكر اي وحده دخلت في قناتي دارت جيم ولا اشتركت ولا كتبت تعليق شباب. نقول لك ربي يزين لك الايام وان شاء الله تكوني كي الورده في البستان ويعطيك السعد وين تهناي. وكما راكم تشوفوا اليوم درت هذه كيكة البركان اللي راهي دايره حاله في المواقع التواصل، وقلت علاه ما نشاركهاش مع بنياتي ونحلي كلامي بالصلاة والسلام على سيد الخلق محمد عليه ألف صلاة وسلام. ونبداو في الوصفة. عندي 3 حبات بيض، البيض تكوني ديجا مخرجاته من الثلاجة، ونزيد معاهم الرشة تاع الملح ومغرف صغيرة بومبي تاع لافاني، ونزيد هنا كاس مقلوع منه صباح تاع سكر حبيبات، ونخلط بالخلاط اليدوي حتى يذوب لي السكر، ونزيد نص كاس تاع زيت على دفعات حتى يدخل لي قاع الزيت في الخليط. لازم تخلطي الزيت مليح. وهنا نزيد كاس مقلوع منه صباح تاع حليب اللي راه دافي ونخلط. وهنا عندي 2 مغارف كبار تاع كاكاو بني اللي راني مغربلاته، ونخلط تخليطه خفيفه، ونزيد 15 غرام تاع خميره الحلوى ونغربلها اللي هي كيس ونص، ونزيد كاس تاع فارينه فاني راني مغربله الفارينه، ونزيد الكاس الزاوج. هذا الخليط ادالي 2 كيسان تاع فارينه حتى لين نتحصل على خليط يكون ما هو ثقيل ما هو خفيف. ونزيد معاهم مغرف كبيره تاع خل ونخلط. ذاك نجيب سطاتيلا ونقلع كاع ذوك الزايد اللي في الغرفيه، ونجيب المول تاعي اللي راني دهنته بالزبده ورشاته بالفارينه ونديرها على جهه، ونخدموا الكريمه تاعنا. المقادير تاع الكريمه عندي نص لتر تاع حليب، 3 مغارف كبار ونص تاع سكر حبيبات، وعندي 2 مغارف كبار بومبي تاع مايزينا، وعندي لاغوم تاع عطر البنان. خلط على البارد ونديهم فوق النار من يثقال الخليط ونقلعه من النار. عندي نص مغرف كبيره تاع زبده وعطر اللباني ونخلط، ونجيب الكيكه تاعي ونفرغ عليها هذيك الكريمه كما راكم تشوفوا على هذه الطريقه. وراني شاعله كوشتي ندير هذا الكيكه تاعي طيب من تحت، نشعل عليها ونهفت عليها ونخليها طيب على غردها، ومن الطيب نشعل عليها من الفوق. وهذه هي الكيكه تاعي بعد اللي خرجتها. شوفوا ندير عليها هنا طابله تاع شيكولا تاع مينا اللي راني مذوبتها ودارت لها شويه